ازيكم يا ملوك المحتوى والتركيز، يا احلى وايزد فاميلي في الدنيا. النهارده هنفك شفرة حاجة مسيطرة علينا كلنا تقريبا، وهي ادمان السوشيال ميديا. بس المرة دي من منظور مختلف، مش كلام متكرر ولا اقفل النت وخلاص. لا، احنا هنفهم اللعبة من جواها وكمان هنكسبها. جاهزين تكسبوها معايا؟ يلا بينا. اربطوا الحزام عشان هنطير للنجاح. يلا بينا نبدأ. بص يا صاحبي، خليني اقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها. الصراحة انت مش مدمن الموبايل، انت مدمن الدوبامين. كل مرة بتفتح انستجرام او تيك توك، المخ بيفرز هرمون السعادة السريعة دي. ده زي لما بيحصل لما تاكل شوكولاتة او بتكسب في لعبة. بس الفرق ان السوشيال ميديا عاملة اللعبة دي بحسابك. مهندسين، خبراء نفس، شركات مليارية قاعدة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع علشان يخلوك تقعد أطول وقت ممكن. كل لون، كل صوت، كل إشعار معمول علميا عشان يسحبك. يعني باختصار، مش انت اللي ضعيف، لا، ده النظام اللي معمول مخصوص ليك عشان يشدك ويسيطر عليك. بس انا عرفت السر. السر مش في ان انت تبطل السوشيال ميديا، السر في ان انت تستعيد السيطرة. تخلي الموبايل يخدمك مش يحكمك. وده اللي هنبدأ نعمله دلوقتي خطوة بخطوة. يلا افتح السكرين تايم وشوف الرقم بنفسك. هتلاقي نفسك بتقضي 8-9 ساعات يوميا، يعني تقريبا ربع يومك رايح في لا شيء. ساعات كتير كان ممكن تتعلم فيهم مهارة جديدة أو حتى تتعلم حاجة، بس انت عندك هما اتبدلوا بريلز وستوريهات ناس تانية. طيب أنا هسألك سؤال بره الموضوع، ايه الاستفادة؟ ايه بجد الاستفادة؟ قولي في الكومنتات، عشان بجد عايز اعرف الإجابة من الناس اللي ماسكة الموبايل ربع يوم دي. خد الرقم ده كمنبه، بيقولك استفيد بالوقت عشان هو بيطير، ولو طار وراح مش هيجي تاني. ابعد عن التطبيقات اللي بتسحبك بعيد. خليهم في آخر صفحة عندك، آخر فولدر، والفولدر يبقى اسمه ضياع الوقت. وشيل جميع الإشعارات الغير مهمة. كل صوت نغ ده بيسحب منك تركيز. كمان انت هتروح تشوف النغ دي بقى بتقول ايه، تقعد لك بقى بالساعة والساعتين. لحظة واحدة غير محسوبة، بس مئات اللحظات في اليوم. وفي النهاية عمر كامل اتسرق منك، وانت ايه في الاخر؟ باصص على الشاشة. قبل ما تفتح اي تطبيق اسأل نفسك الاول، ادي لنفسك 5 ثواني. اسأل نفسك، وانا داخل اعمل داخل التطبيق ده ايه؟ هل داخل اشوف حاجة معينة
هل داخل ارد على رسالة، ولا هل داخل تعمل اي حاجة؟ عشان ايه؟ اصل انا زهقان فبشيل ملالي. النية الواعية دي بتخلي دماغك تلقائيا توقف التمرير اللي كانت بتعمله ده، اللي هو اصلا كان بيضيعك. خصص وقت محدد للسوشيال ميديا، مثلا ربع ساعة بعد ما تصحى تفطر مش عارف ايه، شوية كده خد التليفون ربع ساعة بس. وفي نص اليوم خد التليفون ربع ساعة. فاللي هو انت قسمت وقتك حلو. واستخدم الاب تايمرز اللي في الموبايل، عشان لو الوقت خلص ما تقولش اصل انا هقعد 5 دقايق وبعدين خلاص. لا، استخدم الاب تايمرز عشان بالظبط الربع ساعة يقفل بعدها. في اول كام يوم هتحس بضيق وخنقة، بس بعد كام يوم انت هتحس بحرية حقيقية. السوشيال ميديا بتسد الفراغ اللي جواك، اللي هي زي لما تاخد مسكن الألم، هو مؤقتا بس، فهي زيه برضه مؤقتا بس. لو عايز تتعافى فعلا لازم تملأ الفراغات دي، يعني العب رياضة، اقرا كتاب، اعمل حاجة مفيدة، اتعلم حاجة، بس املى الفراغات دي. الأنشطة دي برضو بتديك هرمون السعادة اللي هو الدوبامين، بس بتديهولك بشكل نظيف، مش بتديهولك بالشكل التاني المقرف بتاع التليفون. لا، هي بتديهولك بشكل نظيف. وكمان مش بيسرقك من نفسك، يعني مش بيبقى مشتتك. جرب تعمل يوم في الأسبوع من غير سوشيال ميديا، سميه يوم الديتوكس. خليك عايش في اللحظة، شم الوردة دي ريحتها حلوة، الريحة دي حلوة، ضحكة صاحبك جميلة قوي، ضحكة أخوك جميل قوي، انت حلو قوي النهاردة، ايه اللي متغير فيك كده. هنحس ان الحياة برا الشاشة جميلة قوي بجد. السر اللي اكتشفته ان الحرية مش ان انت تقول لا انا مش هعمل اي حاجة، انا هبطل كل حاجة. لا، بس في حاجات هتقول عليها لا. هتحس انك مش محتاج كل اشعار عشان تحس انك موجود. انت مش موجود بالمتابعين، انت كده كده وجودك فارق. بس قد ايه انت حاضر في حياتك مش عايشها. جرب الكلام ده اسبوع واحد بس، وشوف نومك، صحيانك، آم، مودك، وحاجات تانية كتير، وهتشوف الفرق بنفسك. وهتكتشف انك مش محتاج تبعد عن السوشيال ميديا. لا، انت محتاج انك تكتشفها وتسيطر عليها صح. ولو الفيديو ده فرق معاك ابعته لحد غرقان في الموبايل وخليه يسمعه واستفاد. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر، وكمان بيساعدكم ان انتوا تشتركوا معانا في رحلة الوعي والابداع دي. يا ابني بقالك نص ساعة ساكت، في ايه؟ خلاص خلاص، دقيقة بس وهقفل. الدقيقة دي انت قلتها 10 مرات. خلاص انا معاك اهو. الدقيقة بتسرق ساعة، والسوشيال ميديا تسرقك. يا رب اعرف انا اعمل كده. بس كده،
وفي النهاية لازم انت اللي تسيطر، مش هو اللي يسيطر عليك. وفي النهاية متنساش تحافظ على عقلك. سلام.